السلام عليكم يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شرحت لكم في الحلقه الماضيه ديال البسطيله، الاضاءه سيبور طاح ليا وتهرس ليا وبقى عاد التليفون اللي مضوي. المهم معليش نكملوا الفيديوهات ديالنا. انا بغيت نكمل لكم البلاطو اللي حطيت مع البسطيله، يعني الدريساج ديال الشلاضه اللي حطيت. نتوما لكم الاختيار، حطوا كما بغيتوا. انا درت هاد الشلاضه القهويه وهاد الشلاضه الخضراء، زوقوا باش ما بغيتو. ها الشلاضه راه كتجي غزاله وكتقدموها كيما بغيتو. حنا حطيناها مع البسطيله، كليناها مع البسطيله، وعاد حطيت الباقي. ان شاء الله نكمل معكم الفيديوهات. عاد حطيت الباقي تنديرو معكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. انا ما بغيتش ندير لكم فيديو كله العراضه كلها كتعرض على خوتي. ما بغيتش ندير لكم العراضه كلها كل نهار، ندير لكم فيديو باش كتستمتعوا بالفيديوهات بالحاجه اللي كنصايبوا. المهم شلاضه غزاله، ذوقوها باش ما بغيتوا. انا درت هنايا الفجل، وانتم ديروا مطيشات خليوها حتى هكا غزاله. بقاو معايا، ما تمشيو فين اجيو معايا نصايبوا هاد الشلاضه. خديت واحد الكاس هنا شويه غارقه باش نعرف كيفاش نخلط. هنايا انا سلقت كل شيء هنايا، نسى الطير. خديت واحد الكاس حمرته في الزيت، تحمر ليا مزيان، درت عليه الماء وشويه الملحه، طاب وصفيته وغسلته بالماء وحطيته. هنايا هذه الذره، درت واحد الجحكاك ديال الذره، حيت دايره كونتيتي كتيره، دونك كندير المقادير كتار. هنايا نص كيلو ديال البلي او القمح، تا هو مسلوق مع شويه الماء وصفيته. ما غاداش نديرو كله، غنخلي شويه حيت جاني كتير، غير شويه ماشي بزاف. هنا خديت واحد 5 البيضات، سلقتهم وقطعتهم طريفات هما صغيورين. هنا خيزو غابيتو، غابي بهذه الطريقه هكايا، ولا قطعوه بطريقتكم، لكم الاختيار. انا غير شاركت معكم شلاضه درت هنايا. الخص او شلاضه اللي درتها في البلاطو، قطعت منها على جات ملونه هكايا. وهنايا مطيش، جوج مطيشات كبار، حيدت لهم الزريعه او مقطعين، ما تخلوش الزريعه، داك الماء ديال الزريعه باش ما تخسر لكم الشلاضه. هنا 3 الحكاك ديال الطون، ها نتوما هي، ما درت كاع فيه الزيت، غير الطون بوحديتو. وهنا الخيار، داك الخيار الصغيور بصراحه كيجي غزال، درت 4 د الخيارات صغيورين زويونين. صافي. ودابا غادي نصايبو لاصوص، يعني المايونيز. انا صايبتو ديال الدار، حيت اختي ما كتاكلش كاع المايونيز اللي فيه البيض، ما بغيت نشري، غنصايبو في الدار ان شاء الله ساهل ماهل. هانتوما كاس ديال الحليب، واحد شويه يعني بحال كاس عامر مزيان. صافي. وهنايا غندير هاد الفرماج هذا ديال البواطه. ما عندكمش هاد الفرماج كدير واحد 5 ولا 6 ديال الفرماجات العاديه اللي كناكلو، الفرماج ديال لافاش كيغي، ديروا 5 ولا 4 ولا 6، لكم الاختيار. المقادير اللي غندير انايا. صافي. وشويه ديال الابزار، واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، وشويه ديال الملحه، هانتوما باش كيجي ديك المايونيز بنين وزويون. صافي. وغادا نبدا نطحن هنايا. هانتوما راه بغيت نحيد لكم حتى القطه، ما دوزت كاع الفيديو مزروب. خليته هكا عادي. وغادا نزيد في الزيت. هانتوما مع هاد التقيبه ديال المولينكس نبقى نزيد. عندي واحد الكاس ونص ديال الزيت، كتبقاو تكبوا الزيت حتى تعقد لينا المايونيز. راه ساهل ماهل، ما فيه لا بيض لا حتى شي حاجه. نتوما كتشوفوا، يعني الا بغيتو تصايبوا شي حاجه في الدار ولا بغيتو تصايبوا غير نص المقادير، كديروا غير شويه. هنا عندنا واحد الربع ديال الكاس ديال الخل، كيجي زبيون محمض. وهنا عندي شويه القزبر معدنوس، وواحد 2 معالق ديال القزبر معدنوس مقطعين، تنعطي واحد المذاق، وكيجي داك المايونيز غزال وخاتر وزبيون. وشي حاجه كنصايبوها في الدار، ما كاين ما احسن الحاجه ديال الدار. ها نتوما ها المايونيز كيجي غزال، وتقدموا مع اي شلاضه بغيتو ديروا. هانتوما تبارك الله. انا تقلت لكم كاع الفيديو باش تشوفوا. بغيتو تزيدوا تقلوه اكثر كتبقاو تزيدوا شويه الزيت. انا بغيتو هكا بهذه الطريقه هكايا، وكيجي لذيذ غزال والله العظيم لا تقولوا شاريينه. مع فيه كلشي تبارك الله، وكيجي غزال. وبقاو معايا اجي نخلطوا الشلاضه ديالنا ان شاء الله يا ربي. بقاو معايا ما تمشيو فين. ها نتوما ها الشلاضه، هذه الشلاضه ديال اختي ما كتاكلش البيض. انا حيدت البيض حيت درت شلاضه في القصعه فيها البيض، وهنايا ما درتلاش البيض. وها نتوما المايونيز ما فيهش البيض. كل واحد نديروا له حقه، بالصحه والراحه اختي. ها نتوما راه غتفرج في هذا الفيديو يعجبها الحال، حيت صايبت لا شلاطه ملي حطيت الشلاضه الكبيره، حطيت لا شلاطه في طبسيلها بوحديتها، حيت عارفين هي ما كتاكلش البيض. الي غجيك مع البيض، وكل واحد كنديروا له خاطرو. ها نتوما ها الشليضه ديالها حتى هي محيده لها على البيض. هنايا صافي فيها عندها كلشي كاع اللي درت في ديك الكاسعه الكبيره ديرها هنايا. هاد الطريقه. وندوزو نخلطوا المقادير الاخرين. شوفوا ما شاء الله على كولور كي داير، كيشهي. وعاد سمحوا لي راه الاضاءه يعني الضوء كما قلت لكم، جيت ندور وانا نضرب الخيط ديال ديال السيبور، ديال ديك البوله اللي كتكون مدوره، هو تهرس ليا وليت غير
المهم ديبانيت وسجّلت ما كاينش المشكل، راه تمارة في هاد الشجر والله العظيم إلا تمارة كنبقاو نوقفو خصنا كل لقطة ورّك وحضي وعندك، مي الحمد لله كنولفو، كنسجلو ما كاينش المشكل، كنوصلو لكم بأي حاجة درناها، غادا نكب داك المايونيز ديالي بهاد الطريقة هاكا، راه ما جاش كتير واخا كبيت هانتوما كتشوفوا، جا صافي جا الخليط هو هذاك، المايونيز جا رائع وزويون. جا لذيذ بزاف، حيت الحاجة اللي كنصايبوها في الدار راكم عارفين، صافي وغادا نبدا نخلّط بهاد الطريقة، وعا سمحوا لي راه تا خلّطت وساليت ونسيت الفرماج، وعاد جبدته وعتقت الموقف، ما كاينش المشكل، هانتوما غادي تشوفوا في اللقطات اللي جايين، ها نتوما جات بهاد الطريقة ولكن نسيت الفرماج عاد تذكرت راه مقطّع في التلاجة، أنا عاد جبدته هكايا، نتوما الفرماج اللي بغيتو ديروه ديروه. هانتوما درت أنا هاد الفرماج هذا ديال لي ساندويتش قطعته طريفات صغيورين، بغيتو ديروا الفرماج الأحمر أي فرماج كتبغيوه ديروه، كيجي زويون كيعطي واحد المذاق للشلاضة وكتجي غنية وكلها زوينة، صافي وغادا نحرّك بهاد الطريقة، نتمنى تعجبكم هاد الشلاضة، راه شلاضة غزالة وقدّموها باش ما بغيتو، وتنقول لكم يا أغلى متتبعين إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، مع السلامة.